مساء الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل بسبوسة اقتصادية وصيامية في نفس الوقت. فاللي ما عندهوش سمنة، والسمنة طبعا عارفين بكده غالية، المهم هتكون اقتصادية. اتمنى ان هي تعجبكم، ولايك وشير وسبسكرايب. ما تنسيش اللايك بتاعي. المقادير بتاعتنا 2 كوباية سمولينا، وكوباية ونص جوز هند، وكوباية سكر، وكوباية مريندا او 7 اب او سبرايت، ونص كوب زيت، وملعقة كبيرة باكنج باودر. انا مستعملة هنا الكوباية المعيارية اللي هي 250 جرام. تمام. هي احلى حاجة بالمريندا بصراحة، يعني انا جربت، اللي جربوها كلهم قالوا لي بالمريندا احلى، فانا بعملها بالمريندا. فالمريندا حلوة، ممكن تعمليها بالسفن اب او بالسبرايت برضو بتدي طعم حلو. المهم زي ما شايفة كده حبيبتي، حطيت المحتويات الجافة كلها مع بعض. بعد كده هحط السوائل كلها واقعد اقلب. هي البسبوسة ما بتاخدش وقت، يعني ما بتتقلبش كتير. فادي كده هخلط المحتويات كلها مع بعض لغاية لما تتجانس كلها. بعد كده مجهزة صينية حطيت فيها زيت على الارضية بتاعتها، وانا فاتحة الفرن على 200 او على 190 على حسب الفرن بتاعتك لمدة 35 دقيقة. فنقعد كده نخب، يعني تعمليها بالسباتولا لغاية لما تبقى يعني كلها مستوى واحد. ممكن تجيبي لوز، تجيبي بستاني، تجيبي فستق، تجيبي اللي انت تحبيه يعني تزيني بيها. ممكن تخليها سادة، دي على راحتك خالص. فانا حطيت عندي لوز حطيته، وبعد كده هحطها الفرن في الفرن سوري. بعد كده هنعمل السيرب بتاعها. انا المقادير دي مظبوطه لان انا ما بحبش الحاجه مسكره خالص، بس انت لو بتحبي مسكره زياده فاعملي، حطي كوبايه ونص من السكر، وكوبايتين ميه، ونص ليمونه، وملعقه صغيره من الفانيليا. بس انا هنا حطيت كوبايه من السكر وكوبايه ونص ميه، وعلى نار متوسطه هغلي السكر مع الميه ادوبه كده. بعد كده بعد ما تبتدي الميه تبقبق كده معايا، احط نص الليمونه واخليها تغلي لمده 10 دقايق بس على نار متوسطه. بعد ال10 دقايق اقفل النار، وبعد كده احط الفانيليا. يعني الفانيليا انا حطيتها النص ملعقه صغيره سوري، هي نص ملعقه بعد ما طفيت النار. بعد كده الصينيه طلعت زي ما شايفه كده البسبوسه. حطيت عليها السيرب بتاعي واخليها لغايه لما تبرد، واغطيها بورق فويل عشان تبرد. وبعد كده هقطعها، وبعد كده هي كده جاهزه للتقديم. بصراحه حلوه واقتصاديه، مش عشان الدنيا صيام يعني، فهي اقتصاديه وكده، والسمنه بقت غاليه. فاللي ما عندهوش امكانيات ممكن يعملها بالزيت، فهتطلع برضو حلوه. ادي ده الفيديو بتاعنا، اتمنى ان هي تعجبك وتجرب الطريقه بتاعتي، ولايك وشير وسبسكرايب لغايه لما نلتقي فيديو جديد ان شاء الله.